العربيين الشعب العربي وين 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 وقف وقف عندك وقف انزل الموتور وانزل مالك بقول لك انزل وارفع ايدك خلينا نلحق ندخل مساعدات الغزة بيموتوا جوع وعطش انزل وارفع ايدك طفي الموتور يا الله خارج نحن انزل وارفع ايدك وانت كمان انزل معاه يا فندم خلينا ندخل مساعدة وش ارجع ارفع ايدي وارجلي كلبي شو اتتحمل المسؤولية بيموتوا جوع وعطش يا فندم تعال انت معك كمان اهو هتفرج عليه كلبي شو نعم فوق تعصبوا انكم في بلادكم قدامي ها امشي وانت ساكت فوق لا تتشدد يا فندم انا قصدي اوصل والمعبر مفتوح وادخل المساعدات طبيعي الله هي وكالة من غير بواب وانت جاي تدخل المساعدات كده على طول مش شايف طابور العربيات اللي واقف برا بقاله شهرين مش عارف يدخلها شهرين ما دخلتوا المساعدات وابناء غزة بيموتوا جوع وعطش حرام عليكم حرام علينا ليه هو احنا اللي قافلين المعبر طيب من الذي مقفل للمعبر قلت لي ده مقفول من ناحية إسرائيل بس احنا ما جيناش من إسرائيل احنا جينا من مصر من أراضي مصرية حمود احنا من جينا من جهة مصر من جهة مصر يا فندم رشدي سعادته عايز يقول لك ان المعبر مقفول من الجانب الاسرائيلي انت بتفهم ولا لا يا فندم بنقول لك ما جيناش احنا جينا من يا فندم اسكا اقول له يفك القيد اشرح لك اوضح لك منين جينا فك القيد فكله يا فندم معبر رفح مصري وعلى أراضي مصرية والقرار بيدكم انتم طب بص يا ابني المعبر ده مقفول من ناحية إسرائيل طيب والعلم هذا ايش بيفعل هنا وانتوا ايش بتفعلوا هنا للمرة الثانية يا ابني افهم احنا اللي مسيطرين على المعبر مش الإسرائيليين كيف انتوا اللي مسيطرين على المعبر والذي مغلق للمعبر إسرائيل أنا ارتبشت رشدي سعادته عايز يقول لك ان المعبر مقفول بتوجيهات من اسرائيل فهمونا من البداية ان التوجيهات بتوصل لكم من إسرائيل مش من سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بس يلا ما تهلفتش بالكلام رشدي أنا عايز أعرف مين الغبي اللي جاب دول هنا الراجل ده هيودينا في 60 داهية بدل ما نحقق معاه بيحقق معانا والعمل إيه؟ انا من رأيي يا فندم نرجعه العربية بتاعته عشان ما يدوشناش ويوجع لنا راسنا أنا موافق بس بشرط ما شوفوش هنا مرة تانية أنت فاهم؟ حاضر يا فندم طلعوا برا اتفضل معايا فالحين ما نفعل ولا شيء ننتظر لما تسمح إسرائيل بدخال المساعدات. يا غبي ما دخل إسرائيل هذا معبر رفح معبر مصري ما هوش معبر كرم أبو سالم اخطأت شوف من هنا وكذا تبع مصر ومن هنا وكذا تبع إسرائيل ما يحق لإسرائيل يوقفوا المساعدات لأن هذا المكان تبع مصر والمعبر تبع مصر فهمت.
بنتي ملاك. أنت قلت إن بنتك ماتت قبل 5 سنوات. مصطفى مصطفى مصطفى، مالك؟ مالك سارح؟ صلي على النبي. اللهم صل وسلم عليه. تخيل وهذه بنتك، ايش حيكون شعورك؟ ملاك، اشتريت لك هدية. يا بابا شتيمة. ملاك 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 شتيمة. ملاك ملاك ملاك. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. الله يلعن مولى الكلاب، ما خلونا نرقد. دخل الله، نحن بنتاكل، نحن جوعانين. اخواتي جوعانين. انا جوعانة. ناكل بدري بس شكلات. انت معانا بجاه الله يا عالم، بجاه الله. بدنا يا عالم، بدنا. احنا بنضلنا شعبي، احنا اولادي بيناموا بجوعهم. اول مره لا اروح لاحلى عادة تضحين لبناتي، كل يوم بناتي بيناموا جعانات. يا رب لو يرحمونا للبقاء على قيد الحياة. ليست المرة الأولى التي حمو، الله يلعن شكلك. صاروخ اهرب يا مصطفى. أين صاروخ؟ أين صاروخ مالك؟ حلمت إن الطايرة بتلاحقنا وتضرب علينا صواريخ. أمانة إنك نادع رقدة بتشخر شفطت الأكسجين على غزة. تشوف الطيران محلك فوق غزة ليل ونهار، وقصف وإبادة وجوع وحصار. كيف قدرت ترقد وانت بتشوف هذا المأساة؟ ما بش فيك إحساس؟ طيب ما نفعل؟ ايش نفعل؟ نفكر ندور أي حل لإدخال مساعدة لا غزة. ما جيناش نرقد معه في شهر العسل. والله إنك عايش الجو. إحنا في التراب المصري، حتى الجني الأزرق ما يقدر يدخل المساعدات إلا بأمر من القيادة المصرية. قصتك الذي محاصر لغزة مصر ما هيش إسرائيل؟
وليش مصر تحاصرهم وهم اخوان وكلهم مسلمين؟ والله انه هذا السؤال الذي محيرني. ارقد يا مصطفى، احنا جينا من خط طويل ورانا غدوة شغل. هيا يا مصطفى صبوح. ما بش نفس لك. ما يصبرش تجلس بغير أكل يا مصطفى. شين ياكل وانا منشوف البنت بتدور داخل القمامه قطرة ما تشربها، ويعلم الله كم لها ما قد أكلتش. وأبناء غزة كلهم عايشين نفس هذا العيشة، بينهم وبين المساعدات هذا الشاب. ولكن أنا معي حل. ما تشي تفعل يا مجنون. شين يتفرج لهم بيموتوا عطش، نجلس نتفرجهم. يا ملاك، يا ملاك، يا بنت. أيوة أنت تيجي جيجي. ها اشربي. اشربي لا تخافي، اشربي. تخلي الباقي لأخواتي صيران يومين ما شربوا مي. شدي ليش واحدة ثانية؟ ليش كم معش اخوة؟ اختي فاطمة الكبيرة، واخويا يحيى واقف على باب الخيمة، واخويا محمد لسات صغير. وابو شمش وينهم؟ البابا والماما بالجنة استشهدوا بغارة إسرائيلية. طيب ايش الذي ينقصكم؟ ايش تحتاجوا؟ بينقصنا كل اشي، بينقصنا اكل، بينقصنا مي، بينقصنا علاج، بينقصنا الاخ الصغير حليب، ما في معنا اشي. الو، يسلان وخديرة بتخوليت على צד המצרי ממעבר רפיח. אנחנו מתקשרים עם המצרים מהר לטפל בחדירה הזו ולא לחזור על מה שקרה. ما دام انا موجود بعد الله لا تخافي، انتظري شاسي ردي لكم اكل واجي. ان شاء الله. الأمن جاي يا مصطفى، الأمن جاي يا مصطفى. نبي موتوا جوع، ما جالسين هانا متفرج لهم. شله لاخوتش. هلا يا باشا، ازيك يا باشا؟ عامل ايه يا باشا؟ الله كتف اتحرك. انت شكلك مش ناوي تعدي الامور على خير. يا فندم ليش ما فعلت؟ لو كمان بتستعبط. انت مش عارف انت عملت ايه؟ ايش فعلت؟
انت سببت لنا مشاكل مع العدو الاسرائيلي بتقديمك المساعدات لاخواننا الفلسطينيين. والله ما دريت من هم اخوتكم، الفلسطينيين ولا الاسرائيليين ولا. تكلم كويس مع سعادة الباشا. تشتوني اتكلم في الجد. طيب يا فندم، قطعة خبز وحبامة سببت لكم مشاكل مع اسرائيل؟ سببت مشكلة. يا فندم احنا ما دخلناش مدافع وصواريخ، هي قطعة خبز وماء. يا فندم انا شفت البنت بتدور في القمامة، اش تاكل اش تشرب، عتمت جوع وتشيني اتفرج لهم بدون ما اعينهم، والله لو ما عاد فيني ذرة انسانية. اسألك سؤال. تفضل. انت معك عيال؟ قصدك ولاد؟ معايا بنتين. تخيل يا فندم ان بناتك محاصرات في الخيام مع ابناء غزة بيموتوا من الجوع والعطش، هل عتقبل؟ مستحيل انك تقبل يا فندم. يا فندم انت قدامك هذا الفواكه واي حاجة تحتاجها وكل شيء بيجي لك، واخواننا بيموتوا من الجوع، هل هذا يرضيك؟ هل هذه انسانية؟ شو عم تاكلوا؟ خبز أبيض؟ ومن وين جبتوه؟ واحد من سواقين الشاحنات عطانا إياه، عطانا خبز وعطانا أنينتين مي وقال لا نقلق حيعطينا كل إشي. إيه وشو اسمه؟ ما بعرف شو اسمه لكنه إنسان طيب كتير. الحمد إلك يا رب. لكن شو؟ شافوه الأمن المصري وأخذوه على السجن. الله لا يسامحهم، يشوفونا عم نموت من الجوع وساكتين، وفوق هاد عم يعاقبوا من يدخلنا أنينة مي. انتوا عايزين ايه؟ يا فندم ابناء غزة بيموتوا جوع وعطش، احنا قادرين ننقذهم، قادرين نوقف عنهم هذه المعاناة. يا ابني افهم، احنا مش مسؤولين عن حصارهم، اللي مسؤول عن حصارهم ومعاناتهم هم الإسرائيليين. احنا دارين ان المسؤول الاول على الحصار اسرائيل، ولكن انتم مشاركين في هذا الحصار، قادرين تفتحوا المعبر وتدخلوا الدواء والغذاء الى قطاع غزة، انتم مشاركين في هذا الحصار. يا ابني افهم، احنا مش مانعين دخول المساعدات. مشكم مانعين دخول المساعدات؟ قومتوا الدنيا على قطعة خبز وحبة ماء، ما بالكم بالشاحنات الذي بالمئات موقفة في المعبر، منعتوهن من الدخول إلى قطاع غزة. رشدي، بص يا أخ، إحنا مش ضامنين دخول المساعدات إلا بموافقة الجانب الإسرائيلي. طيب أنتوا اسمحوا بدخول المساعدات من الجانب المصري، وخلوا العدو الإسرائيلي يتحمل المسؤولية لوحده. أنت بتتكلم وأنت مش عارف إحنا بنواجه إيه ضغوطات. ده علينا ضغوطات من الدول العربية والغربية، وإحنا علينا ضغوطات من الله بإدخال المساعدة إلى قطاع غزة الذي بيموتوا من الجوع والعطش. أنت بتصرفك ده بيهدد الاتفاقات ما بيننا وبين إسرائيل، وده بيهدد العلاقة ما بين الدولتين الثنائية، أنت فاهم ولا لا؟ يا فندم إسرائيل لا لهم عهد ولا ميثاق، وكم قد نقضوا من اتفاقات. لا تكونوا خدم لليهود على حساب غزة. مصر الهدف القادم لإسرائيل إذا ما انقذتوش أبناء غزة. لا بقى، أنت زودتها. أنا بحذرك للمرة الثانية، ما تسبب لناش أي مشاكل مع العدو الإسرائيلي. وأنا بحذرك للمرة الأخيرة، لا تكونوا عصا غليظة بيد اليهود الصائلة لضرب المستضعفين. أنت هتتحمل كافة المسؤولية عن تصرفاتك وأفعالك اللامسؤولة. ما تهمنيش النتائج لو يطر راسي. رشدي، طلعوا برا قبل ما تصرف معاه تصرف مش كويس. برا برا. لما تصحى بنتي الصغيرة تقول لي يابا جعانة، هذا أمر مش سهل، هذا أمر صعب جدا على أب. أقول أمي جعانة، أنا جوعانة. أنت معك عيال؟ معايا بنتين. تخيل يا فندم إن بناتك محاصرات داخل الخيام مع أبناء غزة بيدوروا للأكل وللشرب
هل عترضى؟ مستحيل انك ترضى. ما بتفعل. احفر نفك، معذر ما يدخلين المساعدات ولو من تحت الارض. وليش ما تحفر هنية؟ هناك هيمرات هيشوفونا نصير نحفر من هناك. قم بعدي. بعدك هي. توكلنا على الله. بسم الله. ازيك يا باشا؟ تعمل ايه؟ الصبر من عندك يا رب. يا ابني اللي بتعمله ده غلط، ما تجبرنيش احبسك. تحيا مصر. حاولنا، فعلنا، سوينا، ولا قدرنا ندخل الغزة حاجة. أنت داري ما نفعل؟ نفصل كاميرات المراقبة وندخل المساعدات براحتنا. نفصل كاميرات المراقبة ويشوفونا من الكاميرات الثانية. طب ما نفعل؟ معي حل. تعال بعدين. بنتي ملك قبل استشهادها بدقائق اشتريت لها هدية علشان اديها لها. شوف، تشبه البنت التي ادينا لها المساعدات. ما شاء الله، يخلق من الشبه 40. صاروخ يمني، الله اكبر! الصاروخ اليمني حقنا. والله انه من العيب انه صاروخ يجي على بعد 2200 كيلو لا وسط اسرائيل، وبعض الدول العربية المجاورة على بعد أمتار ولا بتفعل حاجة. اي والله. شو الصدق، أنت اليوم فاجأتني برجالتك وعشارتك مع غزة، ما كنت متوقع منك. أنا مقتنع بما فعلته اليوم وضميري مرتاح، لو أضحي بنفسي علشان الأبرياء. وإن شاء الله تنسيقنا اليوم مع أصحاب القواطر يدي نتيجة، وندخل غدوة المساعدة إلى غزة بإذن الله. يا رب يا رب.
والعمل الجماعي له أثر إيجابي وعينجح إن شاء الله بإذن الله يا رب. خلنا ندخل. رشدي افتح. تمام يا فندم. افتح المعبر. تحيا مصر. 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 تحيا مصر.